بيعالج مشاكله السلوكيه دي؟ الست اللي بتعالجها. الست ازاي؟ يعني انا هي بتديني ديتيلز واديها حلول ونشتغل سوا. الله. وده انا رايي ان ده انجح طرق العلاج، لان الست هي عندها المفاتيح فين. يعني في راجل طفس بيحب ياكل، في راجل بيحب الستات. صح، طفس برضه، طفس بس نوع تاني. ايوه ماشي معلش يا جماعه، هو لو ما حبش الست عنده مشكله. حقيقي. اي صح، مش هيحب راجل يعني، هيحب الستات طبيعي. طب ده يعني الست اللي الراجل الطفس اللي بيحب الاكل والراجل الطفس اللي بيحب الستات، هنا تعمل ايه الست وهنا تعمل ايه؟ لو بيحب الستات تقدر توري له ان هي ست بس. يعني ايه؟ وده سهل قوي. بص حضرتك، ايا كان حجم الراجل وايا كان سنه وايا كان ثقافته، هو طفل صغير ماشي. بيتعايد. يعني لو عندك بيبي صغير عنده 4 5 سنين وبيزن مش هيروح المدرسه، مش هيروح. هيروح. هتقنعيه يا بشوكولا يا بونبون يا هجيب لك لعبه، هنخلص. هيروح. لا، الستات عندهم هذه القدره. انا يعني لا اخفي عليك سرا ان الستات بالنسبه لي مخلوقات مختلفه. طب عايز اسال حضرتك على حاجه، الست اللي كلها طاقه وحياه ومقبله قوي على الحياه والحب وبتغير قوي حياه الراجل، أيوة. مع راجل مطفي، ده الست هي ممكن تكون بتحب فيه صفات معينه، شايفاه مناسب. هو مش طموح. مش حوار طموح، ما خلي بال حضرتك. كئيب بالظبط. احنا مش عايزين نقول يعني هي شبه الورده اللي هي شايني عايزه تظهر جدا، وهو بقى ايه كبه يعني. انا هقول لكم يا جماعه على كام مثال، بس ما اعرفش يعني عندكم وقت ولا لا. عندنا احنا معاك. جات لي حد قالت لي انا متجوزه شخص سامي كويس، وهو فعلا شخص يعني انا قابلته مره واحده وهي عملت كده مقابله في النادي كده باي ذا واي، شخص سام يعني بيشعغم. اعوذ بالله. اول ما سلمت عليه انا حسيت ان انا ضغوط. لا ده ضغط. لا هو حد كده ينتقد كل حاجه في الدنيا. ستر يا رب. فقلت لها بصي انا الراجل ده مش هينفع نشتغل سوا انا وهو. قالت لي ليه؟ قلت له هو هيجي لي عشان ينتقدني مش عشان هو يتعالج. صحيح. وده بالنسبه لي مش انا مش عايز كده، وانا يا جماعه مش عايز اخد فلوس ما اشتغلش بيها. ده مش صح يعني. يا عيني، امال الغلبانه دي بيعمل فيها ايه؟ لا هو كان الحقيقه كان مرمطه حقيقه ربنا يعني بجد. يعني هي لما جات لي كان مامتها جابتها قالت لي بنتي عايزه تنتحر، وهي ست كبيره مش بيبي صغيره، يعني عندها مثلا ايه يعني اربعينايه، يعني مش طفله فمخها خفيف ناضجه. هي برضو مش ست كبيره بس ولكن ناضجه. ناضجه. هي عندها قدر من النضوج انها تعرف ان ده خطر. عملتي ايه مع حضرتك؟ بالظبط. قلت لها بقى احنا هنعالجه عن طريق حضرتك. قالت لي ازاي؟ قلت لها انزلي معاه تمشي معاه في اي حته وبعدين كلميني. قالت لي اتمشى؟ قلت لها ما تنسوش اي حاجه. هتقتلوه؟ لا نزلت اتمشت معاه في حته وبعدين لما رجعنا قلت لها امسكي بقى التليفون وابداي كلمي اهلك على عبقريته ان هي متجوزه جوجل مابس وعارف كل الشوارع وعارف كل المحلات وعارف قلت لها علي الايجو، علي بقى زي ما انت عايزه. بقت تعمل كده. طبعا بقى هو حس نفسه ان هو على الموبايل، بدا يتكلم ان عارف كل حاجه في الدنيا وكل المحلات هو عارفها. كل ما ينزل تشتري استني هتشتري ايه؟ انا هاجي معاكي. ينزل يبدا ايه يفتكس في شوارع. بدات يحس ان هو ان الطاقه الايجابيه بتيجي من عند مين؟ من عندها. من عندها هي بس. دايما يا جماعه معلش الراجل السام عامه هو يعني اولا بيختار فريسته كويس وبيلم عليها اللي شبهه. يعني على فكره يا جماعه هم بيبقوا جماعات، الاشخاص السامه مش اشخاص. معلش يعني ايه بيلم عليها اللي شبهه؟ اهو بيقول لك جماعات. يعني هتلاقي عنده عمه كده، خاله كده، اخت كده، جماعات فعلا. صحاب، اخ كده، صحاب كده هيقعدوا ويتنمروا عليها. وده يا جماعه كتير جدا اللي في ما بيلاحظش ده يبقى هو مش واخد باله. يعني كده مثلا لو ست مثلا مليانه او رفيعه قوي وهو اتنمر، تلاقي بقى امه بكلمه واخته بكلمه وخالته والبنت واقفه في على فكره اغلب العلاقات يعني اغلب الصحاب بيصاحبوا اللي شبههم بالظبط. في الاسره هتلاقي العيله كلها شبه بعض. خدتي بالك من حاجه؟ واخدها وسط ناسه طبعا وسط ناسه اللي شبهه. ما هو قال اللي شبهه. لا وفي بقى هي اللي مختلفه. في ستات كمان عندهم العادات السامه دي طبعا. صح طبعا. انا عارفهم كتير. طيب انا